السؤال الثاني عشر: ما حكم التبرع برش المقبرة بشكل دوري؟ أنا لا أدري ما الفائدة من رش المقبرة. لا فائدة من ذلك إلا أن يكون هنالك طريق والناس يسلكونه خوف الغبار، فهو يرشه لأجل الناس الموجودين الأحياء، هذا لا حرج، له أجره إن شاء الله. لكن إن كان الرش لأجل الأموات فلا يشرع. ما الفائدة من هذا الرش؟ إذن أنت تعمل عمل خير تريد منه الأجر، لك ذلك ولا حرج، لكن لا بد من أن يكون وراء ذلك العمل نفع للناس، أو أن يكون الشرع حثك عليه. هنا لا نجد الشرع قد حث على رش المقابر، ولا نجد الشرع أيضا قد ندب إلى هذا الأمر، وإنما نقول إن كانت هنالك طريق يسلكها الناس في المقبرة حين الدفن وغيره فيرشها لأجل أن يزيل الغبار ونحوه عن الناس، فهذا فيه خير وفيه نفع للناس، فيأتيه وليواصل ولا حرج عليه. لكن إن لم يكن هنالك نفع فرش المقابر ليس عبادة من العبادات، فلا يشرع، والله أعلم.